معجزة القرنفل وزيت الزيتون سيجعلك بنت ال16 مهما كان عمرك، فوق ال40 أو ال50 أو ال60، مهما كان عمرك هيزيل التجاعيد من بشرتك، ولو في تسبغات هيزيلها لك، هيخلي بشرتك شابة وجميلة. من الحاجات الهايلة جدا القرنفل ده عايزة اقول لكم زي السحر كده على البشرة، بيغير البشرة 180 درجة، بيديكي اشراقة ونضارة وبيخلي بشرتك شابة. يعني من الحاجات الهايلة جدا جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل وصفة مدهشة وهتشوفي بنفسك نتيجتها، هتبهرك، هتخلي بشرتك عايزه اقولك زي البدر المنور. كل اللي هيشوفك هيسالك على سر جمال بشرتك، وده انت هتشوفيه بنفسك لما تعملي الماسك وتبصي في المرايه. هتشوفي الفرق واضح بين قبل استخدامك للماسك وبعد استخدامك للماسك. عايزه اقولك بشرتك هتبقى زي القمر وهتشوفي بنفسك. حبايب قلبي، حابه ارحب بيكم الاول. لو انتوا اول مره تشوفوني اهلا بيكم، نورتوني. يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. ويلا بينا ندخل مع بعض ونجهز الوصفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة. فيديو النهاردة جايبه لكم وصفة من احلى الوصفات اللي انا جربتها شخصيا. عايزة اقول لكم الوصفة دي ممتازة. هنعمل 2 تونر للبشرة بمكونات هايلة جدا وفي متناول يد الجميع. اول مكون معانا عشان نعمل التونر هنحتاج القرنفل او المسمار، وده شكله. حابه بس اوريهولكم عن قرب اهو. ده شكل القرنفل او المسمار، ده بيتباع عند العطار. عايزه اقول لكم ده قاهر لعلامات الشيخوخه، بيزيل التجاعيد، بيوحد لون بشرتك، بيزيل التسبغات، بيخلي بشرتك زي القمر. مش هتحتاجي صدقيني نقطه مكياج. التونر ده هتحطيه على بشرتك مره الصبح ومره بالليل وهتشوفي السحر. هيغير بشرتك 180 درجة. أنا واثقة من كلامي. من الوصفات القوية جدا والآمنة واللي بتناسب جميع البشرة. يعني لو انت بتكسلي تعملي وصفات، النهاردة بقى ملكيش حجة، جايبالك وصفة ممتازة هتسهل عليكي جدا. عايزة اقولك كمان مزيل للمكياج، ممكن بقطنة مبللة منه وتبتدي تمسحي بشرتك. عايزة اقولك هايل من الحاجات الممتازة القرنفل ده. بس حابة اوريهولكم عن قرب. هنعمل ايه؟ هنبتدي نجيب معلقه من القرنفل بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنبتدي نجيب وعاء علشان هنرفع المكونات دي على نار هاديه. هناخد كده معلقه صغيره من القرنفل. بعد كده هنحتاج ميه عاديه، كوبايه بس تكون صغيره. دي كوبايه كبيره، انت هتحتاجي بس كوبايه صغيره. انا ما خدتش الكوبايه كلها لان زي ما قلت لكم الكوبايه دي كبيره. يعني انت هتحتاجي كوبايه كده في الحجم ده كده صغيره بس كده. طبعا هنرفع كل المكونات دي، هما مكونين بس، القرنفل وزي ما انتوا شايفين او المسمار مع كوبايه من الميه. هنرفعهم بقى على نار هاديه، على نار هاديه لحد ما يغلوا، لحد ما لون الميه ده يتغير لونه. بعد كده هتقفلي عليها. طبعا هتسيبها تغلي لمده 5 دقايق على نار هاديه. هعمل الخطوه دي وارجع لكم تاني. هنا زي ما انتوا شايفين بعد ما غلينا كده اهو بالشكل ده القرنفل، والميه اتغيرت بالشكل ده كده. هنبتدي بقى نصفيه. هنحتاج مصفى ضيقه ونبتدي نصفيه. وبقى عندنا طبعا احنا استنيناه لحد ما برد خالص، استنيته لحد ما برد. لازم تستني عليه لحد ما يبرد، وتكوني برضو مغطيه عليه عشان تحافظي على الزيوت الطياره اللي موجوده في القرنفل، عشان ده مفيد جدا للبشره. زي ما انتوا شايفين كده بقى معايا مغلي القرنفل بالشكل ده. هضيف عليه بقى اضافات هتفرق جدا. هضيف معلقه من زيت الزيتون،
معلقه من زيت الزيتون، معلقه صغيره من زيت الزيتون، ونقلب بالشكل ده كده لحد ما، عايزه اقول لكم زيت الزيتون من الحاجات الممتازه للبشره. لو في اسمرار في بشرتك بيزيلهولك وبيرطب بشرتك، بيخلي بشرتك زي بشره البيبي. زيت الزيتون ده من الحاجات الممتازه، بس اهم حاجه يكون زيت زيتون بكر ومعصور على البارد، ده مهم جدا يكون زيت زيتون كويس. بعد كده بعد ما قلبناه بالشكل ده هنضيف بقى المكون اللي بعد كده، وهو ماء الورد. ماء الورد ده بيعطر وبيبيض وبيخلي بشرتك جميله وملمسها ناعم زي الحرير. هناخد بقى زي ما انتوا شايفين كده معلقتين من ماء الورد ونقلب. جهز معايا احسن واجمل وافضل تونر للبشره. طيب بعد كده هحتاج ايه؟ هحتاج بقى اي بخاخ عندي، اي ازازه بخاخ هحط فيها التونر ده عشان اعرف اوزعه على بشرتي. فهتحتاجي بخاخ بالشكل ده، وتبتدي تحطي المزيج ده فيها. هنبتدي نحط المزيج ده في البخاخ عشان يسهل علينا ان احنا نستخدمه على بشرتنا. طبعا انا هحطه في العلبة وارجع لكم تاني عشان بس ما اطولش عليكم. وهنا بعد ما حطيته بالشكل ده هبتدي طبعا استخدمه على بشرة تكون نظيفة. هتستخدميه على بشرتك مرة الصبح ومرة بالليل، ممتاز جدا جدا. وبعد الوصفة دي هنعمل برضو تونر هايل من الحاجات الممتازة، برضو هتحتاجي تحطيه في بخاخ بالشكل ده. والاتنين سواء الوصفة دي او الوصفة اللي هنعملها بعد كده هتستخدميها بالتناوب، وهقولك ازاي. المهم ان انت هتجيبي البخاخ كده وعلى بشرة تكون نظيفة، وتبتدي ترشي كده على بشرتك. بس اهم حاجة تسقعيه، يعني تحطيه في التلاجة لمدة ساعة، بيكتسب برودة وده جميل جدا للبشرة. هتحطي بقى وتوزعي على بشرتك، وتبتدي تدعكي بشرتك بيه كده لحد ما بشرتك تمتصه. ومش هتغسلي بشرتك، هتسيبيه على بشرتك ومش هتغسلي بشرتك منه ابدا بعديها، لان بشرتك هتمتصه. واحنا عايزين بشرتك تمتصه عشان ده بمثابه غذاء للبشره، بيجدد خلايا البشره، بيوحد اللون، بيزيل التجاعيد، يعني من الحاجات الممتازه. وزي ما قلت لكم مهم جدا انك انت تحطيه في التلاجة قبل ما تستخدميه، لان البروده دي لما بيكتسب بروده من التلاجة ده بيفيد بشرتك جدا، بيديها انتعاشه، كمان بيزيل الهالات السوداء، بيتفاعل مع البشره اسرع. من الحاجات الهايله جدا جدا التونر لما بتسقعيه. اي تونر عموما بنعمله، سواء التونر ده او التونر اللي لسه هنعمله دلوقتي مع بعض، تونر لبان الذكر، الاثنين هايلين. بس اهم حاجه قبل ما تستخدميهم علشان فوائدهم تبقى احسن وتستفيدي بيهم كويس وبشرتك تستفيد بيهم وبشرتك تمتص التونر ده كويس جدا، لازم تسقعيه عشان فوائده تبقى احسن. الاثنين هايلين جدا، والاثنين زي ما قلت لك هتستخدميهم ده اسبوع وده اسبوع، يعني بالتناوب. يعني هتستخدمي تونر القرنفل ده اسبوع، والاسبوع اللي بعده التونر اللي هنعمله دلوقتي اللي هو تونر لبان الذكر الوصفه الثانيه، يعني برضو هتستخدميها بعد ما تستخدمي دي، ده اسبوع وده اسبوع، ده بمثابه غسل للبشره. الاثنين هايلين جدا. التونر عموما سواء تونر القرنفل او تونر لبان الذكر من الحاجات الهايله اللي بتشد البشره وبتزيل التجاعيد وبتوحد لون البشره وبتزيلك الهالات السوداء وبتديكي سن اصغر من سنك وبتزيلك التجاعيد نهائيا. هنيجي بقى نحضر الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه هنحتاج مكون عايزه اقول لكم له مفعول السحر في شد البشره. عايزه اقول لك هيخلي بشرتك كده جميله وزي القمر، وهو المكون اللي انت شايفاه معايا ده اهو. هو عبارة عن حجارة بالشكل ده اهو. الحجارة دي اسمها لبان الذكر، دي لبان الذكر، تبقى حجارة صغيرة بالشكل ده كده، هي بتتباع عند العطار. عايزة اقولك دي بقى مهما كان سنك بتزيل التجاعيد وبتفورها والاسمرار، تخلي بشرتك زي القمر، حاجة كده زي السحر على البشرة. من الحاجات الهايلة النهاردة جايبالك مكونات فعالة جدا، ولما تجربيها هتدعيلي. زي ما انتوا شايفين اهو
حابه بس اقربها لكم عشان تشوفوها. ده لبان الدكر، لبان الدكر المر. هنبتدي بقى نجهز الوصفه بتاعتنا. هنحتاج كوبايه بالشكل ده، هنضيف فيها معلقه صغيره من لبان الدكر اهو. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنبتدي نجيب ميه نكون غاليينها او من الكاتل اهو اهو زي ما انتوا شايفين اهو يا بنات. الميه دي انا غلياها. هبتدي بقى زي ما انتوا شايفين بعد ما قلبتها بالشكل ده، بعد ما ضفتها على لبان الدكر هبتدي اقلبها وهبتدي اسيبها منقوعه ليله كامله. لبان الدكر دي انا هسيبها في ميه زي ما انتوا شايفين من الكتل او تكوني غلياها، وبعد كده تسيبيها منقوعه ليله كامله. طبعا هتفضلي تقلبي فيها شويه كده، وبعد كده الصبح هتلاقي الميه دي بقت زي الحليب بيضه. عايزه اقولك لان فوائد لبان الدكر كلها دابت. لبان الدكر وكل ده نزل في الميه، هينزل في الميه. طيب علشان في زيوت طياره في لبان الدكر، عشان ما افقدهاش اعمل ايه؟ هبتدي اجيب كده اي طبق عندي وهبتدي اغطي بالشكل ده. هغطيه علشان احتفظ بالزيوت الطياره اللي موجوده في لبان الدكر. دي جميله جدا للبشره، عشان ما تفقديهاش لازم تغطيها علشان كل الفوائد تنزل في الميه دي. دي بقى هايله جدا للبشره، بتدي تعطير وتبييض. لبان الدكر ده من الحاجات الممتازه جدا جدا. كل اللي انت هتعمليه بعد التاني يوم هتبتدي تشيلي الغطا كده وتبتدي تقلبيها قبل ما تصفيها، وبمصفى ضيقه. تجيبي مصفى ضيقه. طبعا انا ما ينفعش ان انا اصفيها دلوقتي لان انا قلت لكم هنستنى ليله كامله تكون الميه دي كلها ابيضت واللبان الدكر ده كله داب. بعد كده هتبتدي تصفيها بمصفى ضيقه، وبعد كده بعد ما تصفيها هتبتدي بقى تعبيها في بخاخ بس كده. هتعبيها في بخاخ وترشيها على بشرتك مره الصبح ومره بالليل. من الحاجات الممتازه، بتوحد لون البشره، بتخلصك من التجاعيد، بتخلي بشرتك لونها موحد، بتفتحك مش اقل من 7 درجات تفتيح. لو داومتي عليها هتزلك التجاعيد نهائيا، هتخلي بشرتك مشدوده. مهما كان سنك مش هتلاقي خط تجاعيد في بشرتك، مهما كانت التجاعيد عميقه هتختفي. يعني قويه جدا جدا. الخلطه دي او التونر ده اهو ابتدى يبيض زي ما انتوا شايفين. الميه ابتدت تبيض، بس زي ما قلت لكم هتسيبوها ليله كامله عشان كل لبان الدكر ده يكون داب معانا، والميه دي تكون ابيضت اكتر من كده. وزي ما قلت لكم هتكونوا مغطيينها. بعد كده هتصفيها، وبعد كده هتحطيها في بخاخ وترشيها مره الصبح ومره بالليل على بشرتك وتداومي عليها. ولما ترشيها بالليل هتسيبيها على بشرتك وتنامي بيها لحد ما بشرتك تمتصها وتنامي بيها، عشان دي غذاء لبشرتك وبتحفز الكولاجين في البشره وبتجدد خلايا البشره وبتخلي بشرتك جميله وشابه وصحيه. من الحاجات الممتازه، يعني كل ما تسيبيها على بشرتك كل ما تديكي نتيجه احسن. هتقومي الصبح هتبتدي تمسحي بشرتك بالتونر اللي احنا عملناه الاول، اللي هو ماء الورد ومغلي القرنفل. واتمنى حبايب قلبي زي ما استفدنا من الفيديو يا ريت نفيد الغير. نحط لايك يا امارات للفيديو ونشير الفيديو على صفحتنا علشان نفيد احبابنا واصحابنا. وكنت معاكم ايمي حكيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.